السلام عليكم وكل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى أهلنا وعلى كل أحبابنا وعلى الجموع الشعب المصري بالكامل وعلى الأمة العربية والإسلامية على وجه الخصوص. كل سنة وكل الناس يا رب طيبة، ورمضان أيامه جميلة جدا جدا، كلها روحانيات، كلها حاجات جميلة. لازم يا جماعة نغتنم فرصة وجود رمضان بالنسبة لنا، وأنا بناشد إخواتي الشباب، لأن أول رمضان كان في الناس بكثافة، كنا بنشوف في المساجد مليانة، ولكن بعد أسبوع وعشر أيام من رمضان خلاص الدنيا بدأت تفك من الشباب، محدش موجود كتير في الجامع. الدفعة الأولى ما دامتش كتير، ولكن يا ريت نغتنم يا جماعة رمضان، نقرأ قرآن، نسبح ربنا سبحانه وتعالى، نصلي كمان بكثافة وزيادة أكتر من المطلوب، لأن الدعاء في رمضان، ورمضان شهر القرآن وشهر العبادة وشهر الدعاء، وربنا يجعل كل ادعيتنا يا رب مستجابه. هنتكلم عن ماتش الاهلي والزمالك واللي حصل النهارده وانسحاب النادي الاهلي. وقبل ما اقول لحضرتك اي حاجه او تسالني على رايي الشخصي في الموضوع، انا رايي الشخصي هقوله لحضرتك في اخر الحلقه، ولكن علشان نفهم ايه اللي حصل لازم نجيب الموضوع من اوله. لازم نفهم النادي الاهلي خد القرارات دي بناء على ايه، وليه حصل ده كله، وليه التصعيد الكبير جدا جدا اللي حصل، وبيلعب مجلس اداره النادي الاهلي ومجلس اداره نادي الزمالك كانهم زي القط والفار مع بعض. ده يطلع بيان وده يطلع بيان، اتحاد الكره يطلع بيان، الرابطه تطلع بيان، مفيش ربط ما بين المنظومه اطلاقا. انا هقول لحضرتك اللي حصل بالظبط علشان انت بنفسك تقدر تحكم على الموضوع. ما تستناش راي اي حد، لان كل واحد ليه رايه المستقل اللي هو شايف من وجهه نظره ان ده صح. انا لو انت حضرتك يرضيك اللي حصل النهارده في استاد القاهره، يرضيك وجود الجماهير بالكثافه دي وتمشي من الملعب هي وزعلانه، يرضيك ان مصر الكبيره تبان بالمنظر ده قدام العالم كله. ديربي الاهلي والزمالك يا جماعه بيتفرج عليه على الاقل الامه العربيه كلها، وكتير جدا جدا من اوروبا بيتفرج على الديربي ده. انت وصلت الديربي ان هو ما يبقاش ليه القيمه الكبيره. انت النهارده بتحسسني ان ماتش الاهلي والزمالك ده ممكن ما يتلعبش في اي وقت، ولكن لما رابطه الانديه عملت القرعه اللي هي عملتها، اللي احنا مش مفهوم بالنسبه لنا عملتها امتى ولا ازاي ولا في الفجر ولا ذكاء اصطناعي ولا بانه طريقه، والمفروض والطبيعي ان انت يبقى عندك مندوبين للانديه موجودين يشوف القرعه قدامهم علشان يبقى في شفافيه، علشان يبقى في حديه، ولكن الكلام ده كله ما حصلش. وقلنا احنا الاهلي ما بنخافش من حد، نلاعب اي حد، ما يفرقش معانا مين اللي قدامنا، الزمالك الاول، بيراميدز الاول، اي حد يجي في سكتي انا لعبه وما بقلقش من حد. ولكن لما نادي الزمالك في الماتش الاولاني او ماتش النادي الاهلي كان سوري الاولاني، النادي الاهلي بيجيب حكام اجانب، بيستعين بحكام اجانب علشان هم اللي يديروا الماتش. فالنادي الاهلي كان مستني من نادي الزمالك ان هو يطلب حكام اجانب، ولكن القرعه بتيجي قبل ما يعلنوا عن ماتش الاهلي والزمالك بخمس ست ايام. فانت هل في الخمس ست ايام دول ما كنتش تقدر تجيب حكم اجنبي؟ لا، كنت تقدر تجيب حكم اجنبي، ولكن زي ما قلت لحضرتك المنظومه كلها على بعضها ما حدش فاهم ايه اللي بيحصل فيها، ده بيعند في ده وده بيعند في ده، وكل ده على حساب الانديه. يعني النادي الاهلي ما يطلعش بالقرار ده وما يقولش البيان ده غير لو هو واقف على ارض صلبه، وانا متاكد جدا جدا من مجلس اداره النادي الاهلي ان هو خد القرار الصحيح، وانا في ظهر مجلس اداره النادي الاهلي وهندعم مجلس اداره النادي الاهلي مهما يكون ايه هو القرار. احنا كجماهير دايما وابدا موجودين ومساندين وواقفين في ظهر مجلس اداره النادي الاهلي، سواء انا مع القرار او مش معاه. هقول رايي لحضرتك في الاخر زي ما قلت لك، هقول رايي بالكامل وهقول لك بصراحه وبمنتهى الامانه، لان انا هنا ما بخبيش حاجه، هنا بقول لحضرتك بمنتهى الصراحه اللي جوايا. فهل النهارده ينفع يطلع المشهد العبثي بالطريقه دي؟ هل مصر بعظمتها بالنادي الاهلي ونادي الزمالك اكبر قلعتين موجودين في مصر يحصل في الماتش بتاعهم كده؟ لا، ده ما يدل الا ان في عبث كروي موجود عندنا. مفيش ناس يا جماعه بتدير الكره المصريه باحترافيه، والله العظيم الواحد بيصعب عليه لما يتفرج على ماتش برشلونه وريال مدريد ولا ليفربول والسيتي ولا اي من الدربيات الاوروبيه، بيحس ان الناس دي مفيش حاجه اسمها تاجيل، مفيش حاجه اسمها
مش هلعب الماتش، مفيش حاجه اسمها اجيب لك حكم مش عارف منين ولا اعين لك حكم منين. انا لو هتسالني حضرتك على التحكيم المصري هقول لك التحكيم المصري بخير، وهقول لك التحكيم المصري كويس، وهقول لك التحكيم المصري الناس مش مرتشين ومش منافقين وما بياخدوش حاجه في جيوبهم. ولكن هل في اخطاء؟ طبعا في اخطاء. هل في مشاكل في التحكيم؟ طبعا في مشاكل في التحكيم. هل حضرتك النهارده مدي الحكم حقه؟ لا، انت مش مدي الحكم حقه، مش مديله حتى اضعف وابسط الحقوق الطبيعيه بتاعته ان انت تحميه. يعني حكام مصر بالكامل مش محميين من الانديه، وانا بتكلم بمنتهى الامانه. ويعني ممكن ناس في جماهير النادي الاهلي تزعل مني، ولكن احنا بنيجي على الحكام بطريقه صعبه جدا جدا. انا مش بتكلم على القرار اللي خده النادي الاهلي، انا بتكلم في العموم. علشان الطبيعي ان انا في الدور الاول جبت لحضرتك حكام اجانب، يبقى الطبيعي الدور الثاني ان انا اجيب حكام اجانب. انت استثنيت الموضوع ده وما جبتليش حكام اجانب، خلاص استحمل اللي هيحصل بعد كده. استحمل عدم وجود النادي الاهلي، استحمل عدم وجود اعلانات للدوري، استحمل عدم يعني انت النهارده النادي الاهلي قيمه كبيره جدا جدا في السوق. النهارده براند النادي الاهلي بيبيع نفسه. النهارده لما ما تلاقيش النادي الاهلي في الدوري المصري، شكرا، ملوش قيمه. انا بالنسبه لي ملوش قيمه الدوري المصري. من غير الفانله الحمراء والنادي الاهلي الدوري ملوش اي قيمه. فانت النهارده وصلت ان الديربي بجد، يعني الواحد قاعد النهارده مستني الماتش ومستاء جدا جدا من اللي بيحصل. انا على يقين ان النادي الاهلي مش هيجي الماتش، ومتاكد ان مجلس اداره النادي الاهلي بياخد القرار الصحيح، ومتاكد ان الناس بجد بتعمل للمصلحه العامه. ولكن مين يفهم الكلام ده؟ الزمالك اللي هو لسه كان بيشتكي من التحكيم، ما كملناش اسبوع احمد حسام ميدو طالع يصرخ في مؤتمر صحفي ويقول لك احنا ظلمنا من الحكام، احنا حصل لنا من الحكام كذا كذا. ولكن تيجي تفاجأ ان الزمالك بقدره قادر كده بيقول لك لا انا ما عنديش مشكله مع الحكام المصريين، خلاص ما عنديش، انا يحكم لي محمود بسيوني ما فيش مشاكل. زي ما قلت لحضرتك كله بيضرب في بعضه. الزمالك بيطلع بيان ويقول لك انا هلعب الماتش في ميعاده وبالتحكيم اللي موجود ومش هغير طعم التحكيم. انت براحتك اعمل اللي انت عايزه، انت بتمشي على هواك وبتمشي على مزاجك ومش عايز حال الكره المصريه تصلح، لان انت ممكن تكون مستفيد من القصه دي. فانت النهارده مش عايز تبقى المنظومه اداريا وفنيا كويسه، لا انت محتاج ان هي تبقى بالطريقه دي علشان تعمل فيها اللي انت عايزه. ولكن زي ما بقول لحضرتك الكلام ده ما بيحصلش غير عندنا في مصر. الكلام ده ما بيحصلش غير عندنا في مصر، وده مشهد مؤذي بجد. يعني الواحد مش مستغرب جدا من الناس اللي هي بتقع في نفس الاخطاء كل مره بنفس الطريقه بنفس الاسلوب. مفيش تعديل للسلوك، مفيش تعديل للادارات اللي بتحصل. بنشوف المشهد عبثي على طول. لو قلت لحضرتك انا زعلان قد ايه ان النادي الاهلي ما يلعبش الماتش، زعلان قد ايه ان انا ممكن ما اشوفش النادي الاهلي في الدوري تاني، ده مزعلني. ده مزعلني على قيمه الدوري، مزعلني على قيمه بلدي ان انا اشوف الديربي بتاعي بالطريقه دي. فانا زي ما بقول لحضرتك رايي، لا النادي الاهلي معاه حق. النادي الاهلي معاه حق، لان انت النهارده لو هتمشي بمبدا تكافؤ الفرص، يبقى انت كان المفروض تجيب حكام اجانب للماتش ده، سواء ماتش الاهلي والزمالك او ماتش الاهلي وبيراميدز. ده امر مفروغ منه تماما. انت النهارده ما تكلش بمكيالين. في الدور الاول تجيب لي حكام اجانب، وتيجي في الدور الثاني تجيب لي حكام مصريين. لا، انت لعبت الدور الاول بحكام اجانب، خلاص انتهى الموضوع. هات لي حكام اجانب، ما تجيبليش حكام مصريين. انت لو انت لعبت الماتش الاولاني بحكام مصريين كنت هقول لك شابوه، قرارك مظبوط 100%، النادي الاهلي هو اللي غلطان. ولكن انت اللي حطيت نفسك النهارده في حرج كبير جدا جدا. يا ترى اتحاد الكوره والرابطه هيعملوا ايه؟ واللود الاكبر على اتحاد الكوره، لان اتحاد الكوره الحكام فنيا تابعين لاتحاد الكوره، فاتحاد الكوره هو اللي بيعين الحكام. فهل اتحاد الكوره خد القرار المظبوط مع النادي الاهلي؟ كل ده هنشوفه في الايام اللي جايه. ولكن شابوه لمجلس اداره النادي الاهلي، قرار بالنسبه لي قرار تاريخي جدا جدا، مؤيد جدا للقرار. مش هيحصل تعديل في المنظومه التحكيميه الا باخذ قرارات كبيره جدا. يعني تشوف الوجع فين وتبتره تماما، تشوف المشكله بتاعتك فين وتحلها من جذورها. ده وجهه نظري. اتمنى ان طبعا النادي الاهلي يعني تلبى كل طلباته ويرجع يكمل الدوري، ولكن انا احساسي الشخصي بيقول غير كده. شكرا لحضراتكم جدا، السلام عليكم.